in the beginning in the beginning. تسريبات خطيرة حول قرار الكاف بخصوص نهائي الكان. خبر جديد على الملف ديال المغرب. العقوبات نتاع الكاف خوتي داخل بيت الكاف ما راهاش تعجب الحية. في بيت الكاف راهي صاريه ضجه ديريكت اعلاميه خوتي راهي مرونه في لاكاف اللي غادي تكون على الاتحاد السنغالي. الكاف والفيفا يؤجلان تهنئة المتوج بكأس افريقيا لغاية صدور قرار لجنة الانضباط. هذا الملف هذا ديال النهائي ديال الكان يبدو انه لن يخلو من مفاجآت. الكاف رسميا تدرس العقوبات اللي غادي تمدها للمنتخب السنغالي. طاقما، مدربا، جماهير ولاعبين. كاينه امكانيه كبيره محطوطه واحده من لي زوبسيون اللي ممكن يختار منها كعقوبه الكاف والفيفا. الكاف وبضغط من عند الفيفا ما بغاوش يعطيهم لاتيستاسيون الشهاده ديال انهم فعلا هم ابطال افريقيا. رسميا غادي تمد لها عقوبات غير مسبوقه للانديه الافريقيه. يعني العقوبات غتكون قاسيه. نعطيكم مثال. خرجت تسريبات حول المستجدات في الملف ديال هذه المباراه هذه من طرف صحف عالميه، وانه سحب اللقب واعلان اللا فائز لهذه النسخه، الحرمان من النسخه الجايه نتاع الكاف. فلان الفيفا قالت لهم خليو تنشوفوا راه ممكن يتسحب منهم الكاس، لانكم هددتوا الحكم وهددتوا البلد المنظم وهددتوا لاكاف والفيفا. تحت ضغط من الفيفا يريد الاتحاد الافريقي الكاف وضع عقوبات للمنتخب السنغالي وغادي تدخلهم في قيد الدراسه. هناك اجماع من عند وسائل الاعلام الدوليه على ان الامر ليس مجرد احتجاج عابر. يعني الاتحاد السنغالي، المنتخب السنغالي ما غيلعبش النسخه الجايه تاع الكاف، لان وفق الماده 82 والماده 83 و 84 الثانيه هي حرمانهم من كاس العالم وتعويضهم بمنتخب اخر كان الاقرب للتاهل. الا تفرضوا عقوبات ماليه واكيد غتكون عقوبات ماليه شويه صحيحه. كيأكد أن أي فريق انسحب من الملعب بدون إذن من عند الحكم يعلم بأنه خاسر للمباراة ب3-0. صحيفة غارديان البريطانية نشرت واحد التقرير تقول فيه يعني الفيفا والكاف تناقشوا جوج ديال الحوايج لا ثالث لهما. تقدر تفوت كاع 500 ألف دولار حتى المليون دولار. صحيفة غارديان البريطانية نشرت أن الحكم الكونغولي نضالا أورد في تقريره للكاف أنه كان سينهي المباراة في الدقيقة 95 باش ما تبقاش داك بعد فقدان السيطرة على دكة البدلاء السنغالية. وطبعا هذا هو القانون، دابا هادشي هو اللي خصو يكون قانون ديال الغاب وداك الفوضى وتولي عند الافارقه. الا بغيتي تاخذ كاس افريقيا ماشي انك تلعب انك دير الخبط وانك تهاجم. كاينه امكانيه انهم يحرموهم من كاس العالم. هاد كاس العالم هذا ما يبقاوش فيه. داك الشيء تاع الكاس غادي يرجع ولا غيتسحاب ولا غير الهضره خاويه. عرفتي انا الصدمه كي دايره هاد كاس افريقيا اللي بداو بالمروره. خص تطبق القانون تسحب الكاس منهم باش يبقاو عبره لمن يعتبر. اما المغاربه حنا كبار على الكؤوس، حنا كنتسناو كاس العالم وكذا. داك الشيء تاع كاس العالم يعني هضره خاويه، لان كاس العالم الفيفا والفيفا اكيد ما غاديش تبغي تدخل في هذا الشيء. عاد تبع عقوبات اخرى. انا قلت لك انا شي اكبر العقوبات. السيد كان خصو هنا يحبس المباراة. لماذا؟ لأنه خلات الفوضى، دخلت المشاكل، دخلت كذا، ما يمكنلوش الصمت. لكن الحمد لله حنا بغينا غير القانون ياخذ المجرى ديالو. غتخليه الكاف تضبط الامور نتاعها بين الكافيين بين الناس نتاع افريقيا. عندك ايقاف المدرب المنتخب السنغالي ل5 سنوات وايقاف ادواردو ماندي لسنتين ومعاقبه بعض عناصر المنتخب السنغالي الاساسيه. عندك ادواردو ماندي غادي يعطوه عامين حارس الهلال. اما المدرب السنغالي فسيتم على الارجح توقيفه اكثر من 5 سنوات عن التدريب او سحب بطاقه التدريب بشكل نهائي. بابتياو غادي يعطوه 5 سنين 5 كوم يزيد يدرب تما الكارير تاع التدريب عند بابتياو غادي يحبسوه. كتقول التقارير اللي من الصحيفه ديال غارديان التقرير ديالها قالت لك انه تعرض لتهديد صريح من طرف المدرب بابتياو، وهذا الامر سيستعمل في الطاس يعني في المحكمه ديال الطاس وصلنا لها كدليل انهاء المباراه في الدقيقه 95. اللي عنده هو تجاره كبير تما الكارير تاع غادي يحبسوه لا ما يلعبش كوب دافريك كوب دي موند. اقصاء من الكاس العالم والتاليه كاع سحب لقب كاس افريقيا 2025 من المنتخب السنغالي. والكلام اللي كان كيتقول تعاود المباراه يتعاود المونديال ويتلغى المونديال وكذا راه ماشي حنا اللي قلناه وماشي كاس الكاف وما كاتوش فيه. شنو قالوا هما المغاربه ما باغينش الكاس، حنا ما باغينش كاس خصو يتسحب يطبق القانون. دونك اذا كانت شي عقوبات غتكون بخصوص مسابقات افريقيه جايه، بخصوص ماتشات اللي غتكون في مسابقات افريقيه جايه. ولكن باش نبدا نقول لا والله تعاود المباراه والله نوريو غنحبسوا عليهم فوسفات ما نقولش الكلام هذا كلام عشوائي لا نقولوا نحن المغاربه. فهمتي شنو تقول؟ قادر ترقد وتنوض تلقى المنتخب السنغالي ما داش لاكوب نورمال عادي. تما المنتخب المغربي دروك رايح يحوس على لاكاف تسترجع الكاس وتعطيها له ديريكت بلا ما يلعب اي نهائي. يعني الكلام راه ماشي كلامنا حنا،
انا كنعاود باش قالت الصحف. السلام عليكم. الكاس تاع كوب دافريك غادي يسحبوها من السينغال ويعطوها للمروك ديريكت صاحبي. اش كيقول هذا التقرير ديال الجوال؟ تيقول لك ودي انه في حاله ما اذا الكاف ما دارش اللي لازم داكشي خصك دير، المغرب طبعا غيمشي للطاس، وهنا الطاس ضغط من فوزي لقجع ومن الاتحاديه المغربيه لكره القدم راه تضغط على الفاف هذا الامر هذا ديال انه الحكم نظر في الدقيقه 95 كان غينهي باش يسترجعوا الكاس للمنتخب المغربي بعد هذوك الحوادث اللي صراو في النهائي المباراه، وما خلاش المدرب ديال السنغال وهدو بضغط من الاتحاد المغربي لكره القدم بقياده فوزي لقجع. لاكاف راه تحوس تسترجع الكاس الكوب دافريك من المنتخب السنغالي. هذا كتعتبر انه بالفعل انهاء، لان الحكم قد قرر انهاء المباراه، وبالتالي تصبح المباراه منتهيه في ديك الدقيقه وتعطيها للمنتخب المغربي ديريكت بلا ما يلعبوا اي مباراه. وكالة رويترز للانباء سربت كذلك ان انفانتينو ضغط في القاهره في الاجتماع المغلق على الكاف وعلى موسيبي. الاتحاد المغربي فوزي لقجع راهي معاه تماما، راهي مصارحته في شرح يقول ولا قرارات اللي راه يقول فيهم، لانه الان انفانتينو شنو تيقول لك؟ تيقول لك ودي ان هذا الامر اساء لكره القدم بصفه عامه، والاتحاد السنغالي راهي بعيد عليه وغادي تغرمه ماليا وتعطيه واحد العقوبات صارمه بالبزاف، اساء التظاهرات مقبله، اساء لاي حد غتنظموا الفيفا ولا الكاف، واللي المنتخب السنغالي والاتحاديه السنغاليه لكره القدم كاع ما يستحقش هذه العقوبات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي قال واحد العباره اللي هي مهمه جدا. اش قال بالحرف؟ وكاع كاين واحد 6 ولا 7 عقوبات. قال انما حدث هو اهانه لهيبه الفار، انما حدث هو اهانه لهيبه الفار. قد يعطوهم ملهم ويجي نهار وين يعطوهم واحد 3 ولا 2 تاع العقوبات من هادو 7 تاع العقوبات. فهنا انفانتينو ما كيشوفش فيها انها فقط ارجاع لحق المغرب ولا المصارعه للمغرب ولا رد الاعتبار، لا، بل كيشوف فيه هو تصحيح المسار، تصحيح الوضع، لان الامر اصبح خطيرا. وانا نشوف على بان المنتخبات الافريقيه كما حنايا والتوانسه ومصر وكاع يقاطعوا كاس افريقيا 2027 ديال كوب دافريك تاع 2027 يقاطعوها بالتالي باش لاكاف تعرف روحها شاري يديروا في القرارات اللي راه يدير فيهم. ويضغط الان حسب التقرير ديال وكاله رويترز للانباء يضغط لاستبعاد السنغال من مونديال 2026. انفانتينو الموقف ديالو الان هو انه يرفض بشكل قاطع ان تشارك السنغال في المونديال 2026. هاد القرارات انا نشوف فيهم خارج مجال كره القدم. هذاك العمود الفقري ديال هادشي كامل هو الماده 82 بعد ان رفض الاعضاء ديال المنتخب السنغالي حسب التسريبات ان يعودوا للملعب رغم اوامر المندوب وتحدياته 3 ديال المرات. ثم نشوف على المنتخبات الافريقيه باش يساندوا المنتخب السنغالي انه يقاطعوا كوب دافريك تاع 2027 وينسحبوا منها يخلوا المروك وحدهم يلعبوا تم. ملي ولات كبريات الصحف العالميه كتهتم بالامر ولات كتضغط ولات كتقول انه يجب اتخاذ قرارات صارمه وحاسمه، وتيقول لك انه انفانتينو كيطلب عقوبه نموذجيه، وتيقول لك ان هذا الامر يجب ان يحسم بالقريب العاجل. وبغيت نوصيكم ما تبقاوش تديو على التعاليق، راه معنا جزائريين تا هما تيكتبوا عاش الملك عاش هادي وسميتو، هما راهو جزائريين تيحرضوا ضدنا. فبالتالي اقول لك انه ستكون هناك مفاجاه او ستكون هناك صفعه قويه للجانب السنغالي الذي قام بهذه الاحداث. وما دون ذلك ها احنا كنتسنى حمله ضد المغرب، ردوا البال التعاليق راه ماشي حنا بيناتنا، الا اذا يعني وقع شي طارئ اللي غادي يأجل عاود النطق بالاحكام. ردوا البال التعاليق تيدرسوا بحال كيدوي زعما علينا حنا وهادي وسميتو، هو راه لاعب واحد الدور مخلص عليه. اخوان ردوا البال، اذا وقع شي تاخر فاعلموا على انه غادي يكون غير لايام معدوده اذا ما حصل طارئ. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله.